السلام ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وحلقة جديدة من برنامجكم المفضل ليتس انجلش، يلا انجليزي. بكل بساطة محتوى القناة دوت بيتكلم عن اللغة الانجليزية بجميع مسمياتها: القراءة، كتابة، تحدث، صوتيات، السماع. ومش كده وبس، لا، نصائح لتعلم اللغة الانجليزية ونصائح للممارسة ونصائح للدراسة بشكل عام جميع المراحل. لو عجبك محتوى القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب حالا ولايك وكمان كده كومنت مشجع علينا، ويلا نبدأ الفيديو على طول. حلقة النهارده هنتكلم عن سلانج، هنتكلم عن اللغة الإنجليزية الأمريكية العامية، الكلام الشوارع اللي انتوا عارفينه ده. اتكلمنا في فيديو سابق عن أهمية الكلام الشوارع والكلام باللغة الإنجليزية العامية، لأنه هو ده الحديث، هو ده الإنجليزي اللي بياخد ويدي، هو ده اللي شغال اليومين دول بمعنى أصح. انك بقى تحفظ بقى شوية مصطلحات وتعابير اللي هم اتعلمناهم في المدارس، دول ما ياكلوش عيش. دول لو انت اتكلمت مع أي حد باللغة الإنجليزية ولا هيفهمك، هو هيفهمك كل حاجة، بس انت ايه، هيفكرك انت لسه ايه، مبتدئ. يعني انت شخص مش بروفيشنال، رغم ان انت بروفيشنال في اللغه الانجليزيه واخد كورسات وفاهم الدنيا. ممكن كمان وانت بتكلم حد اجنبي ومثلا وقال لك كلمه بعاميه وانت ما فهمتهاش تعرف ترد عليه، فالدنيا هتتلخبط وهيبقى شكلك وحش وكده. عشان كده جايب لك 8 مصطلحات عاميه مستخدمه كتير على لساننا. مش هجيب لك اي حاجه طبعا، هجيب لك حاجه الناس بتستخدمها كتير وكده. قبل ما نبدا الفيديو انزل تحت اعمل لايك حالا وسبسكرايب كده والحاجات الحلوه اللي انت عارفها دي. ويلا نبدا باول مصطلح معانا على طول، وهو ويب ذا فلور ويز. ويب ذا فلور ويز كذا. هقول لك كذا دي معناها ايه بعدين. معنى المصطلح دوت هو انك مسحت بوشه الارض او مسحنا بوشهم الارض. وده لما تكون بتلعب بلاي ستيشن مع واحد صاحبك، او انت مثلا بتتكلم مع حد، او انت بتلعبوا حجز كوره وغلبته، فانت بتقول انا مسحت بوشه الارض انا، او بتحكي لحد تاني تقول ده احنا غلبنا كذا او عملنا بكذا. فانت حابب تعبر عن كده باللغه الانجليزيه، فبتعبر وتقول ويب ذا فلور ويز. بس هدف انت قلتها قدام اي حد مش هيفهمها، وبان انت جامد واحسن بكتير. towel to wipe the floor. نخش في البديل التاني، او killing myself laughing. killing myself laughing، وده معناه اتني من الضحك. ده بقى انت عارف لما تقعد قاعده بقى كده حلوه وتبدا الهزار شغال وواحد يضحكك او نكته بقى بايخه، تقول لي يا اخي ده انت موتني من الضحك وانت اصلا ما ضحكتش. فانت حاول تعبر عن كده باللغه الانجليزيه، بتقول killing myself laughing. Face me love! Face me love! Kills himself, laugh, laugh, laugh. نخش في البديل التالت على طول، وهو keep in touch، وده معناه ابقى على تواصل. لما مثلا تكون بتودع حد او انت مسلم على حد او هو حد مسافر وانت بتودعه، انت هتقول له خليك معايا، خلينا على تواصل مع بعض. هتقول له كده باللغه الانجليزيه keep in touch. Keep in touch, Ryan. Keep in touch, Ryan. Keep in touch. نخش على المصطلح الرابع، وهو the ball is in your court، وده محتاج شرح شويه. ده معناه الكوره في ملعبك. ده بقى لما تسلم تاسك لحد معين، او انت بتطلب من حد حاجه معينه، فبتطلب او بتسلم حاجه لشخص بتقول له دي حاجه تحت ارادتك، ده بقى حاجه تحت مسؤوليتك. اتعامل انت بقى، الكوره في ملعبك كده بمعنى العربي، اتعامل انت بقى يا غالي. فانت حابب تعبر عن كده باللغه الانجليزيه العاميه، فتقول the ball is in your court، الكوره في ملعبك يا فندم. Balls in your court. Balls in your court. نخش في البديل الخامس، وهو it makes sense، وده معناه يبدو منطقيا. ده بتكون بتتكلم مع حد وبيشرح لك حاجه معينه، فانت بتقول له تمام، ده دلوقتي الدنيا حلوه، انا فهمت، الدنيا بقت منطقيه معايا، دخل الدماغ. فانت حابب طبعا عن كده باللغه الانجليزيه العاميه، فتقول له it makes sense، حاجه دي بقت ايه، ظاهره وواضحه قدام. Yeah, it all makes sense. Yeah, it makes sense. نخش في البديل السادس على طول، هو هيد هونشو، وده معناه اهم شخص في المكان. لما يكون مثلا رئيسك او حد مهم جدا في المكان انت شغال فيه او مديرك، فانت مثلا حد قال بيقول لك مين ده، فتقول له ده هيد هونشو، ده اهم واحد في المكان هنا، ده اشهر واهم شخصيه في المكان عندنا، لان ده المدير طبعا، مدير الشركه بتاعتنا. فانت حابب تعبر عن كده باللغه الانجليزيه، فتقول له ده هيد هونشو. مصطلح غريب شويه بس مشهور ومعروف وبيتقال كتير. by Head Honcho Magazine. The big man, the head honcho. Head honcho, nigga, no. نخش في المصطلح السابع، وهو cream someone، وده معناه لما تكون انت مثلا بتلعب مع حد او هو غلبك، او انت مثلا بتلعبوا حجز كوره واتغلبتوا فرق، شلتوا فرق 5 ولا فرق 6 ولا حاجه، فحد بيسالك بيقول لك انتوا عملتوا ايه؟ فبتقول له احنا cream someone، احنا هزمنا بشده، احنا اتمرمطنا. فاكر المصطلح الاولاني ده مرتبط بيه، ولكن دوت cream someone with the floor. Cram this! Cram jammer? نخش في المصطلح الاخير والمصطلح الثامن معانا، هو I am off to mind، انا معتاد على فعل حاجه معينه، انا معتاد على الروتين دوت، انا بقوم الصبح اعمل كذا، انا معتاد. فانت عاوز تعبر عن كده في اللغه الانجليزيه، ده بقى تحكي لحد او لنفسك تقول I am off to mind.
ودول كانوا الثمان مصطلحات مهمين جدا تستخدمهم في حياتك اليوميه. لو انت قدام اي حد اشهد لك، حتى لو هو عربي، اشهد لك انه مش هيفهمهم، وهتبان ان انت شخص محترف كده وشخص جامد في اللغه الانجليزيه ومتمكن كمان. حافظ 4 أو مسجلهم كلهم وحافظهم كلهم لأن هتحتاجهم فيما بعد إن شاء الله. زي ما احنا قلنا وضحنا، ممكن تسافر في يوم من الأيام، الله أعلم، حد يعرف إيه اللي هيحصل. ممكن مثلا تجي منحة في أمريكا، فأنت تكون فاهم وعندك قدر من المعلومات كتير. وبس كده. لو عجبك الفيديو أو عجبك المحتوى بتاعنا زي ما احنا قلنا، ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وكومنت حلو مشجع كده. وبس كده، سلام.